السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا ان شاء الله يا ربي نلقاكم كامل بخير وبصحتكم. فيديو اليوم ان شاء الله رايحين نديرو عشاء خفيف وظريف. اون سوب او ليغوم. نديرو شوربه ولا اون سوب بالخضر. هذا الخضر يعني تقريبا موجودين في كل بيت. يعني غير بثلاث خضر فقط رايحين نديرو اون سوب فريمون بنينه، تجي هايلة خفيفة للعشاء. ديروها تاكومبانيوها مع البسكوت ولا مع دو بان غريي، خبز تحمصوه في الكوشة. واش نقولكم يجيكم عشاء هايل مع شوية تاع قارص وشوية معدنوس، روعة روعة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبداو في الوصفة تاعنا. هنا عندي حوالي 2 لتر تاع ما، ضفت لهم شويه ملح، ان كوب تاع مرق الدجاج للناس اللي تحب، سينو تقدري تستغني عليه. درت شويه اغصان نتاع المعدنوس، الاوراق هذوك نستعملهم، يعني درت منهم شويه لكن باقي راح نستعمله في التزيين. زوج حبيبات بطاطا قطعتهم قطع صغيره، حبه بصل قطع كبيره، يعني تقطعوا عشوائيا باسكو من بعد رايحين ميكسيو كلش. عندي زوج حبات بسباس، وعندي طراف تاع الشوفلوغ اللي هو القرنبيط، في كل بلاد كيفاش يسموه. احنا الشوفلوغ في الجزائر. دونك كيما شفتوا درتهم في طنجرة، رايحة نديرهم يغلو حتى يطيبوا مليح. تقدروا تضيفوا لهم اذا بغيتوا زرودية اللي هي الجزر. انا حبيت لا سوب تاعي تجيني بيضة، ويعني بهذا لي ليغوم هذو بهذا الخضر يعني كانت كافية، وتجيني لو غو تاعها فريمون هايل. هنا في مقله كيما شفتوا درت مقدار تاع مغرفه كبيره تاع زبده. درت راس تاع ثوم قطعته قطع صغيره، ونجي نقليه حتى يتحمر لي شويه ياخذ اللون البني. ما تروحوش تخلوا الثوم تاعكم سينا رايحه تتحرق، تقعدوا تحركوا فيها حتى تاخذ ذاك اللون البني. نجي نضيف عليها هنا 3 مغارف كبار من الفارينه ولا الدقيق الابيض. اذا ما عندكش لا فارين تقدري ديري عليها المايزينا. هاد المرحلة هذه باش تجينا لا سوب تاعنا خاثرة، يعني لا كونسيستانس تاعها تكون ثقيلة شوية. اذا بغيتيها تجيك خفيفة ديري غير مغرفة واحدة فقط ولا زوج مغارف. انا كما شفتوا درت 3 مغارف. دونك نبقى دائما نحرك، وهنا نجي نمرق بذاك الماء تاع الخضر، الماء اللي طابوا فيه لي ليغوم. يعني هنا الخضر راهم طابوا كامل، نجي نديرهم بالعقل فوق ذاك الخليط، فوق ذيك المريقة اللي درت، ونخلي كل شي واحد 10 دقائق. هنا الخضر راهي طيبة ديجا، نخليها برك تدي ذاك لو غو تاع الثوم والزبدة حوالي 10 دقائق، باش نجو نضيف لها اضافات اخرى. الوغ هنا نضيف لها شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع سكنجبير، غير شويه برك الراس تاع المغيرفه فقط، ندير شويه فقط تاع سكنجبير يعطيني واحد الجو هايل. هنا عندي كاس تاع لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد، الكريمه السائله. بالنسبه للناس اللي عندها الكريمه السائله ديري كريمه سائله كما درت انا، وتخليها تغلي فقط 5 دقائق، تطفي عليها وتجي تميكسي لو تو، ميكسي كلش. في حالة ما إذا ما عندكش الكريمة السائلة تقدري ديري في بلاصتها كاس تاع حليب مع زوج إلى ربع مثلثات من الجبن اللي تفضليه، ولا ما حبيتيش ديري جبن مثلثات تقدري ديري مبشور تاع الجبن، يعني جبن مبشور، فخوماج غابي اللي تبغيه انتي باش تجيك بنينه. يعني هنا كي درت لها لا كريم ليكيد هذيك جات فريمون هايله، وتجي خاثره وعاقده، تجي عاقده لا سوب تاعنا. هنا بعد ما رحيت مليح، يعني ترحي غير بالعقل باش ما تطيرلكش في كل بلاصه، باش ما تطيرش تروحي غير بالعقل. حتى تحصلي على اون سوب ولا شوربه، يعني كل واحد كيفاش يسميها.
وهنا لاصوب تاعنا راهي واجدة. اذا حبيتي ديري لها شويه تاع زيت الزيتون تقدري ديري لها شويه، سينو انا هنا بيسك درت لها شويه زبده نضيف لها فقط نزينها بشويه معدنوس مقطع رقيق مع 2 ملاعق تاع عصير الليمون. ولاصوب تاعنا راهي واجده، صدقوني تجي هايله وبنينه، ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعرفوا. بالنسبه للملح البنات حبيت نقول لكم ما تكثروش في الاول في لي ليغوم في الخضر كي يكونوا يطيبوا، باسكو من بعد كيما شفتوا ضفت لها مربع تاع مرق الدجاج وضفت لها كذلك يعني بون كريمه السائله ما فيهاش الملح، لكن بالنسبه للناس اللي دير الفرomاج تعس روحها باش ما تملحيش معاك لا سوب، باسكو الفرomاج يجي ديجا هو مالح. هنا كانت غير الكريمة السائلة لا كريم ليكيد هذيك كانت كافية، يعني ما ضفتش هنا الفرomاج وجاتني واحد لاصوب واش نقول لكم والله غير روعة روعة بنينة بالبزاف. تقدميها دون دي بول كيما راكي تشوفي مع شويه تاع معدنوس ورشه تاع جو سيترون تاع عصير الليمون. اللي حبت دير شويه زيت زيتون تقدر، وندوقوها مع بعض ونشوفوا. حتى وإن ما كانش عندك القارص يعني ما فيهاش بزاف دهون تجيك بنينه هايله. واش نقولكم واحد الكول والله غير هايل ما شاء الله وخفيفه العشاء فريمون هايله، سورتو الناس اللي راهي دير في الريجيم ولا يعني راح تنقصي بزاف لي كالوري بها باسكو ما فيهاش عجائن ولا اون سوب هكا خفيفه تاكليها جويهة 7 تاع العشيه ولا وراها ما تزيديش تاكلي وانتي تنقصي هكا في الميزان، يعني بنينه هايله ما نقدرش نتوقف عليها. بهذا نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.